لو كنت فاكر إن الجزء الأول عن الجوكر انتهى لما الجوكر اتسم وسط الفوضى، فاستعد شوف وجه جديد للجنون نفسه. الجزء ده مش مجرد تكملة، دي رحلة جوه عقلين ضايعين في عالم مش فاهمينه. في الجزء الأول شفنا أرثر فليك وهو بيتحول من شخص مكسور لإنسان بيضحك على العالم كله، لكن في الجزء التاني بيبدأ بعد ما خلاص الدنيا اتقلبت عليه، وهو دلوقتي في أعمق نقطة ممكن يوصل لها، وهي مستشفى أركام. ودي مستشفى خاصة بالمجانين. هناك بيقابل واحدة هتغير كل حاجة. دي مش قصة حب، ده قصة جنون بين اتنين. أرثر عايش في عزلة تامة، بيقضي وقته ما بين العلاج والصمت. كل الناس شايفاه مجرم، وهو نفسه مش عارف هو مين بعد دلوقتي. في جلسة علاج جديدة بتدخل ممرضة اللي بيكون عندها شغف غريب بالحالات النفسية، وبالذات حالته هو. بتبدأ تسمعه وتضحك معاه وتكسر كل القواعد شوية بشوية. والأول مرة من زمان الجوكر بيحس إن في حد شايفه بجد. كل جلسة بينهم بتقربهم أكتر، وهارلي بتبدأ تحكي له عن حياتها، عن الوحدة، عن الأحلام اللي راحت. أرثر بيبدأ يضحك من تاني، بس المرة دي ضحكة مش ساخرة، دي ضحكة نابعة من إحساس غريب. ومن هنا نبدأ رحلتنا، وهي إنك هتفقد عقلك. بنت شغالة عشان تعالج مريض بتقع في حبه، والمريض بيشوف في حبها خلاصه الوحيد. المفاجأة الأكبر إن أرثر وهارلي بيعبروا عن مشاعرهم بالغنى والخيال، وكأن كل أغنية بتمثل لحظة هروبهم من الواقع. بتشوف مشاهد غريبة جدا، مرة بيرقصوا وسط الزنازين، ومرة تانية بيغنوا على أنقاض المدينة، لكن الأسوأ يفضل موجود. هل ده بيحصل فعلا ولا كل ده في عقلهم وبس؟ بعدها هارلي بتقرر تهربوا، وبتدبر كل حاجة جوه المصحة وتخلق حالة فوضى حقيقية. بيهربوا لتحت الأرض لمكان اسمه المسرح القديم، وهناك بيقرروا يعملوا عرضهم الخاص للعالم كله. عرض غريب كله موسيقى وجنون وضحك، كأنهم بيقولوا للعالم انتوا اللي صنعتونا، فتعالوا شوفوا النتيجة. العرض بينتهي بانفجار والأضواء بتطفي. بنشوف مشهد صامت، أرثر راجع تاني لكرسي العلاج، بس المرة دي لوحده. نفس الغرفة، نفس الطبيب، بس هارلي مش موجودة. هل كانت حقيقية ولا كانت مجرد تخيل من عقل مجنون بيحاول يعيش قصة حب عمره ما عاشها؟ فيلم الجوكر الجزء التاني مش بس تكملة، دي رحلة في عقل إنسان اتكسر من العالم وقرر يصنع لنفسه عالم تاني بالموسيقى والحب والجنون. يمكن يكون حبهم غريب، لكن صدقني عمره ما هينساه من دماغه. أرثر بيتحول لرمز، والمدينة كلها مستنية المحكمة، والمدعي العام بيظهر عليه إن هو بيستهدف أرثر بشراسة، مش عشان الجرائم لكن لأنه بقى رمز فوضى. في المحكمة الحكاية بتقلب نار. كل الفيلم شغال على خط رفيع بين الحقيقة والخيال، وإحنا على لحظة الحكم يحصل انفجار ضخم بره المحكمة. الاختيار مش صدفة. المشهد ده بيعيد جزء من فوضى الجزء الأول، لكن بصورة أكبر. مظاهرات، صراخ، فوضى، الناس بتهرب، والمدينة بتعيش أسوأ لحظاتها. أرثر في وسط الفوضى يهرب بمساعدة معجبينه من أتباع الجوكر، لكن المفاجأة أرثر بيقلب عليهم لأنهم بيحبوا الجوكر مش أرثر. ودي أول مرة يحس إن هو عايز يكون شخصيته مش الشخصية اللي العالم عايزها. أرثر بيرجع تاني لأركام بعد ما يقرر يسلم نفسه. في الممر بينادي عليه حارس ويقول له عندك زائر، ويدخل عليه شاب غريب شكله بسيط بس ابتسامته فيها حاجة غلط. الشاب بيقول له نكتة، ووسط ما أرثر بيضحك الشاب بيطلع سكينة ويطعن أرثر طعنات قاتلة. القاتل بيعمل على وشه الحركة الشهيرة وابتسامة الجوكر. حتى لو مات أرثر، الجوكر كفكرة مش بتموت، فكرة هتنتقل لشخص تاني. بنشوف أرثر بينزف، الصورة تقطع على مشهد خيالي لهارلي بتقتله على المسرح الغنائي، إشارة إن جزء كبير من اللي شفناه ممكن يكون في عقل أرثر بس. وفي الآخر محدش يقدر يقول إذا كان اللي حصل حقيقي ولا خيال، بس اللي أكيد إن الجنون ساعات بيكون أصدق من العقل. فيلم الجوكر مش عن الجوكر بس، ده عن كل واحد فينا حاول يلاقي حد يفهمه، فطلع الاتنين محتاجين العلاج. ما تنساش الضحكة اللي بنخبيها جوانا كلنا يمكن تبقى هي نفسها بداية الجنون. في الآخر الحياة ساعات بترمينا في الزاوية، بس الجنون مش الحل. خليك مختلف، خليك حقيقي، بس ما تسيبش الألم يحولك لوحش، خليه يصنع منك إنسان أقوى. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك واشترك لو عايز تشوف تلخيصات تانية بنفس القوة.